يا اهلاويه، لو احمد عبد القادر نجح مع بيراميدز افتكروا كويس ان الاهلي هو اللي قال له بالتوفيق. ايوه، الجمله دي ممكن بعد كام شهر تبقى واحده من اكتر الجمل اللي هنتكلم عنها. بعد رحيل تريزيجيه الاهلي احتاج جناح، وفتح مفاوضات مع احمد عبد القادر عشان يرجع، واللاعب كان مرحب جدا بالعوده. لكن اول ما دخلوا في موضوع الفلوس المفاوضات وقفت. الاهلي شاف طلبات عبد القادر كبيره، واللاعب كان رده واضح: انا عندي عرض اعلى. فعلا حط عرض بيراميدز على الترابيزه، وهنا الاهلي قال له بالتوفيق، واللاعب ما استناش كتير ووقع 4 سنين مع بيراميدز. لكن هنا بقى في تفصيله مهمه جدا: الزمالك كان عايز احمد عبد القادر، ودي مش نقطه عابره، لان لما الزمالك يبقى شايف ان اللاعب يستاهل الرهان يبقى اكيد في موهبه تستاهل انك تتكلم عنها. وانا من زمان بقولها، مشكله عبد القادر عمرها ما كانت في الموهبه. اللاعب عنده مهاره وعنده شخصيه وعنده القدره يعمل حاجات مش اي جناح يعرف يعملها. لكن الموهبه لوحدها مش كفايه، محتاجه مدرب يعرف يحتويك، يعرف يوظفك صح، ويديك الثقه والمساحه اللي تخليك تطلع افضل نسخه منك. وعشان كده انتقاله لبيراميدز ممكن يكون الاختبار الحقيقي لعبد القادر. مفيش حجه بعد كده، لا ضغط الاهلي ولا مقارنات الزمالك ولا كلام عن ان الفرصه ما جاتش. الفرصه قدامه دلوقتي، والقرار في رجله. يا اما يثبت ان الاهلي استعجل لما قال له بالتوفيق، يا اما يثبت ان الاهلي كان شايف الصوره صح من البدايه. في الحالتين عبد القادر هو اللي هيكتب نهايه الحكايه. لو الموهبه ظهرت اخيرا هنفهم ان اللاعب كان محتاج المكان الصح، ولو اختفى التاني يبقى يمكن المشكله عمرها ما كانت في المكان، كانت في صاحب الموهبه نفسه. ساعتها مش هنقول ان الاهلي خسر عبد القادر، هنقول عبد القادر هو اللي خسر فرصه انه يثبت ان الاهلي كان غلطان. وعشان كده انا مش هحكم دلوقتي، الملعب هو الحكم. فالسؤال ليك: لو عبد القادر عامل موسم نار مع بيراميدز، هل الاهلي هيكون فعلا فرط في اللاعب كان ممكن يصنع الفرق؟